السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة جديدة بالبطاطا، أحلى من بتاعة المرة اللي فاتت إن شاء الله. ده كيلو بطاطا اتقطع واتغسل، اتقشر واتقطع حلقات أو نص حلقات لو كبيرة، لو طلعت منك تخينة اقسميها 2 زي كده ما طلعتش. وهنا كوباية إلا ربع مية أو نص كوباية، من نص كوباية لكوباية إلا ربع. ليه؟ المرة اللي فاتت لما عملت البطاطا التانية طلعت الميه شويه كتيره، فما اثرش فيها النشا والدقيق اللي اتحط فيها. دي هتختلف عنها شويه، دي نص كوبايه او كوبايه الا ربع. ممكن تصفي منها الميه وتسيبيها تستوي وننتظر لما تستوي ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنكمل الوصفه بتاعتنا. مجهزين ربع كوبايه دقيق، ربع كوبايه نشا، ربع كوبايه سكر وسمسم والهراس عشان نهرس البطاطا. والبطاطا اتسلقت وهنبدأ ننزلها في الحلة. المية عشان ما حطيناش مية للسليق كتيرة، ف يعني طالعة ما فيهاش مية، ما فيهاش، مش طرية قوي، على اساس ان هي مش المفروض انها تبقى طرية. الاسمر ده هخليه في الحلة مطرح السليق. هنسلقها كويس قوي وبعدين اتهرست كويس جدا. معانا ربع كوبايه سكر وهي سخنه كده نحطها عشان تلحق تدوب في السخونيه. طبعا كل ما بنحط حاجه بنهرس. وده نص ربع كوبايه دقيق برضو هنخلط. على فكرة هي مش صعبة والحاجات بتاعتها متوفرة في البيت، يعني انا ما اشتريتش حاجة من بره غير البطاطا. الدقيق هنا عشان يخليها متماسكة وماسكة نفسها، ولما نكمل بقية الوصفة الدقيق والنشا الحقيقة، لان دي مادة فيها نشويات، ولكن ده النشا. يبقى 3 انصاص نص دقيق. على فكرة ممكن تحطي بدل الدقيق دقيق رز. هجيب رز نص كوباية واعملها في الكبه بتاعه الخلاط او في الخلاط الصغير بتاع التوابل، وهتبقى زي الفل. طبعا انا بقلب بينها تبرد ومنها تختلط كويس. هقلب كويس وبعدين هرسناها هنلمها. بلمها بس بدل ما هي مبعزقه كده في الطبق. كل ما هتبرد شويه كل ما هتجمد، فانا هسيبها بتاع 3 4 دقايق تبرد شويه عشان اعرف امسكها واعملها كور. كورت شويه، عملتهم كور احجام مختلفه، بس هي المشكله انها سخنه لسه، فمش ما مسكتش نفسها. يعني بس كل ما بتقعد شويه بتعمل سمك وبتمسك نفسها حبه، ولكن احنا سايبينها بس تبرد شويه. لما تبرد هتجمد لان فيها نشا وفيها دقيق. لما تبرد هكمل الباقي عشان ما تفكش لما تيجي نكمل الوصفه. عملناها بالسمسم ومش لاحقه احطها في التلاجة. طبعا انا عايزه اخلص قبل هو ما يجي عشان اغديه، وهبدا اقليها ان شاء الله. هبدا اقليها واحطها. هوطي النار شويه، انا كنت بسخن الزيت فمش عايزاها للاسف يعني تلسع السن. وهجيب مناديل عشان احطها. هبدأ اطلع، هقلبها كمان قلبة. وهنا دي خلاص.
كويس ان هي ماسكه نفسها في الزيت لان هي طريه شويه، مع اني حاطه نص كوبايه ميه يعني المفروض. هنقلي الباقي ونشوفهم في الاخر. بقلب في النار عادي، بسوي جنبه، بقلب على الناحيه التانية، واللي بتستوي بطلعها وبحط غيرها. ده اللي اتقلى، وهنكمل الباقي. دول اخر كام واحده خلاص اتحمروا، وهنشيلهم وهنسيبهم يبردوا شويه على الكلينكس، وبعدين ننقلهم على طبق تاني. دي الوصفه بعد ما خلصت، خلصناها واتقلت. على فكره دقتها طعمها حلو جدا، خدت اللي هي كانت مستويه قوي زي دي وكلتها لقيت طعمها حلو قوي. السمسم مديلها طعم حلو، يعني هي ما فيهاش اضافات غير الدقيق والسكر بعد كده والنشا. طعمها تحفه وحلوه جدا. وشلتها من الكيميكس، حطيتها في طبق تاني وخليتها كده لوحديها، عشان كل ما هتتهوى كل ما يبقى ليها طعم.